مرحبا بكم في قناة اش اف ستوريز. قناة اللي كتجيب لكم قصص من الواقع. القصة ديال اليوم ديال واحد الليلة اللي غيتبدل فيها كلشي. بلا ما نطول عليكم، ندخلوا في تفاصيل القصة. شنو كتظن اللي خرجتي من داركم في نهار عادي وترجع في الليل بوجه اخر وقلب اخر وعقل ما غاديش يرجع كيف ما كان؟ شنو كتظن الا واحد نهار بسيط يصبح هو النهار اللي غادي يقلب حياتك كاملة؟ كيفاش كتكون اللحظة اللي كتحس فيها بانك فقدتي السيطره على كل شيء؟ واش غادي تهرب ولا غتواجه داك الشيء ولا كتستسلم كتقول الله يلطف وصافي؟ القصه ديال اليوم ماشي قصه ديال المغامرات وماشي قصه ديال الحب، هي قصه فيها خيانه وغموض وسر كبير بقى مخبي 12 عام باش ما يتكشفش. قصه وقعات في المغرب وبطولتها شاب بسيط كان كيحلم يعيش هاني، ولكن واحد الليله بدلات حياته كامله. غنعطيو الاسم ديال امين. كان امين عنده 27 سنه، ساكن في حي شعبي قدام في مستودع ديال السلعة. ولد هاني ما كيدير لا مشاكل، ما كيعرفش الكذوب، وعايش غير بين الخدمة والدار. والحلم ديالو بسيط، يجمع شوية الفلوس، يفتح محل صغير ويتزوج بخطيبته سارة بنت الحي ديالهم اللي كان كيبغيها. نهار الخميس خرج امين من الخدمة بكري، خاصو يمشي للدار ياخد واحد الوراق، من بعد يطلع يشوف صاحبه موراه. ولكن داك النهار غادي يوقع عليه واحد المشهد اللي غادي يمرض ليه القلب ديالو واحد السنين. امين طالع في الزنقه ديال دارهم، شاف الباب محلول شويه ويستغرب. دخل بشويه ويسمع واحد الصوت ديال الراجل كانت كتجاوب، وصوت ضحكه خفيفه. امين تجمد في بلاصتو، القلب ديالو بدا كيدق بحال شي طاب. مشى حدا الباب ديال الصالون، حل الباب بشويه ولقى ساره خطيبته جالسه قدام واحد الراجل اللي عمره ما شافو. كانوا قراب من بعضياتهم، كانوا كيهضروا كيتبادلوا الشوفات. صارت صدمات ملي شافت الراجل ناض كيهضر بالزربه. خويا راه ماشي اللي في بال. امين بقى واقف في بلاصتو بلا صوت، ما عرفوش يسد الباب في وجههم ولا يغوت ولا يشد الطريق. ساره حاولت تقرب منه. امين خليني غير نشرح ليك. ولكن امين خرج هو حاس بنار شاعله في صدره. والمصيبه خيانه كانت في دار اللي كبر فيها، في النهار اللي كانت الام ديالو خارجه للسوق وخلات الثقه كامله في خطيبته. ولكن داك الشيء ما كان غير البدايه. النهار الثاني امين مشى عند ساره باش يفهم شي تفسير، شي كلمه ولا شي معنى. دق في الباب، الام ديال ساره خرجات وقالت لي ساره ما كيناش، وسدات الباب. نهار ورا نهار ساره ما رجعاتش، تليفونها طافي وصحاباتها حتى هما ما كيعرفوا والو. امين شدو الفضول، فين تكون مشات ومعامل، واش هربات، واش بقى عليها شي حاجه خايبه. دازت شي 10 ايام، جاو البوليس للدار عند امين، قالوا ليه جي معانا بخصوص واحد البلاغ. امين وصل الكوميساريه ولقى المفاجاه، بلاغ اختفاء ساره، وكان هو اخر واحد شافها. بوليس بداو كيسولوا امين بزاف ديال الاسئله، ولكن الحقيقه مازال ما بانش. الراجل اللي كان معاها حتى هو اختفى في داك النهار. هنا الناس بداو كيهضروا، ساره هربات مع شي واحد، ساره وقعت ليها شي حاجه خايبه، امين عنده يد في قضيه. امين كثروا عليه كل شيء، هو ما داير حتى شي حاجه، ما بقى فاهم حتى شي حاجه. امين ولا وسط العاصفه، البوليس ولاو كيراقبوا امين، الناس ولاو كيشكوا فيه، وهو ولا غير مهموم ما فاهم والو. حتى غيجي واحد النهار جا رقم مجهول، كان الصوت ديال راجل هادئ بزاف، قال ليه الا بغيتي تشوف ساره تبع داكشي اللي غادي نقول لك. امين تجمد في بلاصتو، هو يقول ليه فين هي ساره، شنو وقع لها؟ جاوبو راه القضيه ماشي خيانه، كاينه شي حاجه اكبر من هادشي. امين جاوبو قال لي شكون انت؟ قال لي غادي تعرفني مع الوقت. هو يقطع عليه. داك النهار امين فهم ساره ماشي هاربه، ساره وقع عليها شي حاجه اللي خايبه. 3 ديال الصباح شي واحد لاح واحد الجوا تحت الباب ديال امين. امين حل داك الجوا، لقى الصور ديال ساره، صور اللي كانت مرعبه شويه، عينيها حمرين باين على كانت كتبكي بزاف. ولقى ورقه مكتوب فيها عنوان وجمله واحده: ما تعيطش للبوليس، راه جزء من المشكل. امين ضرب الطريق ودير ايدو في قلبه تحسب النبضات ديال القلب. وصل واحد المعمل قديم ظلام والريح كتهوي وسط الحديد. من ورا الظل خرج راجل، هو نفسه اللي كان كيدوي معاه في التليفون. هو يقول ليه امين ساره ما خانتكش، ساره كانت خدامه في السيرفرات ديال الشركه، سيرفرات اليوم كبيره، وصادفات ملفات ديال عصابات كدير غسيل الاموال. والراجل اللي لقيتيه معاها هذاك غير عامل كان باغي يقرب ليها باش يسكتها. امين وقف وهو مصدوم، ما بقى فاهم والو. راجل زاد قال ليه ساره تشدات لانها حاولت توقف صفقه كبيره. جاوبوا امين وفين هي دابا؟ خاصك تتعاون معانا وغادي نوصلوكش لعند ساره. الراجل عطاه لائحه ديال البلايص، كل بلاصه فيها دليل جديد: مخازن مهجورين، شقق سريه، اوراق ديال التحويلات، صور ديال شخصيات مهمه، تسجيلات تهديد، واخيرا مكتوب عليها يو اس. حقيقه كامله. امين رجع للدار ويحل البيسي ديالو وشاف فيديو ديال ساره. قالت ليه امين
الا شفتي هذا الفيديو هذا خاصك تعرف اني ما كنخونكش، انا غير وقفت في واحد الطريق وديك الطريق ديال الناس الكبار. امين بكى وتاكد بان ساره ضحيه ماشي خائن. النهار الثاني البوليس جاو خداو امين، داو عند المسؤول الكبير ديال البوليس ويقول ليه فين لقيتي هاد الادله. امين ما عارفش شكون معاه وشكون ضده، جاوبو غير بكلمه واحده: انا بغيت ساره. المسؤول قال ليه ساره لقيناها البارح، كانت حيه ولكن في حاله صعيبه. امين دموعه طاحوا بلا ما يحس، مشى للسبيطار مع شاف ساره لقاها ضعيفه ولكن كانت في الوعي ديالها، وقالت ليه اسمح لي ما بغيتش نجرك معايا لهاد الشيء ولكن ما لقيتش كيفاش نهرب. امين شد لها في يديها هو يقول لها، قال لها رجعتي وهادشي هو المهم. العصابه تشدات، الملف تفضح وساره رجعات لحياتها. قصه ديال امين ماشي قصه خيانه، هي قصة ديال شبكة خطيرة، أسرار كبار، وشاب بسيط لقى راسو وسط حرب ماشي ديالو. ولكن الدرس ما تحكمش عليه قبل ما تكمل الصورة، وما تثيقش في كل شيء اللي كيبان لك مزيان. كان معكم اشرف اسطوريز، نشوفكم في قصة أخرى. تحياتي لي.